حبايبنا الحلوين، عايزين نسجل على المنصة. هنعمل ايه؟ اول حاجة هتكتب اسم المنصة، منصة مثلا مستر مثلا ايمن عبد الله، وبعد كده تدوس انتر. هيظهر لك هنا كده اهو الموقع بتاعه دكتور ايمن بيولوجي، والمنصة اهي. هتدوس على الرابط اللي ظهر لك في الاول، ظهرت لك المنصة. لو انت مسجل الاسم هيظهر لك بالشكل ده. لو انت مش مسجل بقى الاسم بتاعك هيبقى لسه اول مرة تخش، فانت هتدوس على مستخدم جديد، مش دخول، دوس على مستخدم جديد. ولو انت على الموبايل هيظهر لك الثلاث شرط، تدوس على الثلاث شرط، هتدوس على برضه مستخدم جديد. طيب انا كده اول مره اسجل فادوس على كلمه مستخدم جديد. لما دوست على مستخدم جديد طلب مني البيانات. حاضر، تعالى نكتب. اول حاجه هنكتب مثلا الاسم الاولاني، انا مثلا اسمي محمد، وهنا هكتب مثلا الاسم الثلاثي يبقى احمد مثلا، ومثلا محمود. اكتب اسمك مظبوط. رقم التليفون تيجي تعمل رقم التليفون مثلا 0 مثلا 10 13 3 مثلا 8 واحد مثلا كذا. اكتب رقم التليفون بتاعك انت واختار الدولة. بعد كده رقم المرور. ايوه، رقم المرور لازم تحفظه كويس جدا جدا جدا. مثلا كتبنا مثلا رقم المرور اهو، وعدنا تاني رقم المرور كده احنا تمام. وبيقول لك اختار انت ذكر ولا انثى، و I am not a robot، انا مش روبوت. بعد كده بيقول لي بقى، بيدي لك للامان بس، بيقول لي اختار الحاجه الفلانيه. كروس ووك ده مش شرط تجيلك، ممكن يجيلك عربيه اي حاجه. اختار الصورة اللي فيها كذا، ممكن تيجي لبعض الناس وممكن ما تجيش. لو جات لك اختار اللي هو بيقول عليه. اخترت ماشي، بيقول لي انا كده تمام. معلش زي التأكيد اختار الصورة اللي فيها سلالم. حاضر. الكلام ده ممكن يظهر لبعض الناس وناس لا. ظهر لك اختار، ما ظهرش خلاص. كده بيقول لي انا تمام وانا كده مش روبوت، انا كده انسان عادي. ادوس تسجيل. تم التسجيل. يقول لك تفعيل الحساب. ايه بقى تفعيل الحساب ده؟ هو المستر ذات نفسه هيفعل لك الحساب. حتى لما انت تيجي تدخل كده وتكتب، هتكتب ايه بقى؟ تكتب رقم التليفون اللي انت لسه كاتبه حالا، اللي هو انت لسه كاتبه، وتكتب رقم المرور اللي قلت لك احفظها وسجلها عندك. يبقى انت دلوقتي وانت بتسجل في الاول مستخدم جديد، هتسجل برقم التليفون وكلمة المرور. لكن لما تيجي تخش بقى على المنصة هتدوس على دخول، وتكتب رقم التليفون بتاعك وكلمة السر اللي انت عاملها، وتدوس برضو على I am not a robot. برضو جاب نفس الفكرة عادي زي التأكيد. بيقول لي اختار الصور اللي فيها عربيات. حاضر اهو زر التأكيد وزر أمان بس اهو. وندوس بقى يا فندم. بيقول لي الحساب لسه غير مفعل، ما تقلقش. المستر هيفعله لك، وبعد ما المستر يفعله لك هيبقى هو كده اتفعل. انا بالفعل فعلت الحساب ده دلوقتي. ولما تيجي انت بقى تخش كطالب، تيجي تخش وتدوس هيقول لك الحساب اتفعل وكل حاجة تمام. يعني حضرتك مش هتعرف تخش الا لما حسابي يتفعل. انت بعت للمستر قول له يا مستر لو سمحت فعل لي الحساب. بعد كده هتفتح لك الصفحة اللي قدامك دي. الصفحة دي كل العدادات اللي قدامك صفر عشان انت لسه ما اشتركتش في حاجة. فانت هنا كده لو في الكمبيوتر هتلاقي كلمة مقررات، ولو انت على الموبايل هتدوس على الثلاث شرط وهتظهر لك كلمة مقررات. لما تيجي تدوس على المقررات انت برضو لسه ما عملتش اي مقرر، ولا درست اي حاجة، ولا اخترت اي حاجة. هتدوس بقى على الصورة اللي قدامك، هيظهر لك الصفحة الرئيسية واسمك متسجل فوق اهو ان انت دخلت. انزل بقى حضرتك هتلاقي الكورسات اللي موجودة. الكورسات الموجودة حاليا كورس سنة تالتة وكورس سنة تانية. لو انت تالتة دوس على تالتة، ولو انت تانية دوس على تانية. تعالى مثلا نختار مع بعض، هندوس على تانية ثانوي عام. ده كده الكورس المتاح حاليا على المنصة لتانية ثانوي عام. تشتريه ولا انت استلمت كود تفعيل من المستر؟ لو انت تشتريه هتدوس هنا كده، هيدي لك فوري او فودافون كاش وتدفع، هتلاقيه اتفعل معاك. وهنا كود التفعيل، دوس كده على كود التفعيل، هيطلب منك كود التفعيل. تعالى مثلا نكتب كود تفعيل احنا اخدناه بالفعل مع المستر. مثلا مستلمينه اهو من المستر اداهولنا، ونيجي نجرب مع بعض. فكتبنا كود التفعيل، نبدأ ندوس تفعيل. كده بيقول لي تم التسجيل الحساب بنجاح. الحمد لله على السلامة. احنا كده تمام. احنا كده المقررات بتاعتي اللي انت شاريها او اللي فعلتها من المستر هو الكورس ده بالمحتويات اللي جواه. فتبدأ تدوس على كلمة المشاهدة الآن. دوست كده هتلاقي المحتويات موجودة قدامك. يعني مثلا التغذية
متاح جواها دلوقتي الفيديوهات او العناوين دي، ولو دوست على النقل هتلاقي الحاجات دي، ولو دوست هنا كده هتلاقي المحتوى بتاعك. وابدأ عيش بقى، تبدأ تدوس مثلا على اول حاجة تظهر لك مثلا فيديو او امتحان، وتبدأ يا شطور تشتغل على الفيديو ده وتعيش السلام وتستمتع عليكم دكاترة. وتعيش وتستمتع بقى في الكورس. بالتوفيق لكل حبايبنا. لو جيت اخر حاجة تيجي تدوس هنا كده على اسمك وتدوس على لوحة التحكم، هيلاقي انك انت ودوست تاني على مقرراتي، هتلاقي انك انت مسجل بالفعل في المقررات، وتبدأ تدوس مشاهدة وتكمل اللي انت بتذاكره. بالتوفيق يا حبيبي. سلام.